تعرفوا ان انجيل متى مش اول اناجيل العهد الجديد؟ وتعرفوا ان القديس مرقس ليه اسم تاني؟ تعالوا نعرف سوا. الانجيل بحسب ما كتب القديس مرقس هو اول اناجيل العهد الجديد تاريخيا. القديس مرقس هو الكاتب وله اسم تاني اسمه يوحنا الملقب مرقس. يوحنا هو اسمه العبري ومعناه الله يتحنن، اما الاسم الروماني مرقس وهو معناه مترقب. القديس مرقس هو واحد من ال70 رسول، لكنه ما كانش من ال12 تلميذ. اتربى في القيروان، درس اليونانية واللاتينية. الإنجيل اتكتب في الفترة ما بين 45 ل 60 ميلاديا. صعب نحدد اتكتب فين، لأنه كان تسجيلات لرؤية وسماع تعليم المسيح وحياته، وجزء منه كان نقلا عن كلام شفوي للقديس بطرس. الإنجيل اتكتب للأمم، وفي ميزتين: إنه أول ما نستخدم مصطلح إنجيل، وإنه اتذكر بكثرة في أقوال الآباء في القرون الأولى زي القديس إرينيوس والقديس يوستين الشهيد. تعالوا نعرف سوا تقسيمة الإنجيل. الفكرة الرئيسية اللي بيدور حواليها هي المسيح الخادم. من الإصحاح 1 للإصحاح 10 تهيئة الطريق أمام المسيح الخادم ومعموديته على إيد القديس يوحنا، وكمان عمل ومعجزات وتعليم المسيح. من الإصحاح 11 للإصحاح 13 دخول المسيح أورشليم وحديثه عن خرابه. من الإصحاح 14 للإصحاح 16 موت المسيح ودفنه وقيامته. سلامات.